ازيكم حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل مع بعض اللازانيا بطريقه سهله وبسيطه جدا. وقلت بقى ان احنا نغير مود النجريسكو والبشاميل دايما بنعملهم، ونعمل اللازانيا بطريقه موفره جدا. وعلى فكره اللازانيا مش غاليه، عشان ناس كتير قوي هتقولي اللازانيا غاليه جدا ومكلفه، فهي مش غاليه خالص. فيلا بينا نبدا وصفتنا. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط معلقه سمنه في صينيه او طاسه، وننزل بقى بنص كيلو لحمه مفرومه. يعني الموضوع مش مكلف خالص. وهنقعد نقلبوها كده كويس لغاية ما اللون بتاعها هيتغير زي ما هتشوفوها دلوقتي. ولو دي اول مرة تشوفوني، انا اسمي هايدي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده لونها بدأ يتغير، فهنقعد نقلب فيها كده شوية. دلوقتي زي ما انتم شايفين لونها اتغير خالص. فهنبدأ ننزل بالبهارات، نص معلقة فلفل اسمر ونص معلقة ملح، وطبعا الملح ده على حسب الرغبة. انا طبعا مش بحب احط بهارات كتير عشان ما تغيرش طعم العصاج، فهي انا بكتفي بالملح والفلفل. ودلوقتي هننزل بالبصل. هنحتاج بصلاية كبيرة مبشورة، وننزل بيها في العصاج ونبدأ نقلب كويس جدا البصل مع اللحم. هنحط دلوقتي معلقة توم صغيرة، بجد بتخلي طعم وريحة العصاج حاجة تانية خالص. فبجد جربوها وحطوا معلقة التوم دي، هتحسوا بفرق جامد جدا. دلوقتي هنشوح معلقتين صلصة، ده معجون الصلصة العادي اللي احنا بنستعمله. وهحط نص كيس صلصة انا كنت عاملاه وحطاه في الفريزر عندي، فبحطه معاهم. وطبعا هبقول لكم ازاي ان احنا نخزن الصلصة في فيديو تاني. بعد ما شوحنا معلقتين الصلصة، هننزل دلوقتي بنص كيس الصلصة اللي ان شاء الله يكون متوفر عندكم. ولو مش عندك الكيس الصلصة، ممكن نضرب 3 طماطمات في خلاطه ونحطه.
نقلب دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده الصلصة مع اللحمة المفرومة كويس قوي. وهنحتاج ان احنا نزود نص كوباية مية تقريبا كده، علشان يبقى فيه صوص للعصاج كده وما يبقاش ناشف. وطبعا لازم عصاج اللازانيا يكون فيه صوص علشان احنا مش بنسلق اللازانيا. اول ما تبتدي تغلي غلوة نركنها على جنب، ودلوقتي نبدأ نعمل البشاميل. طريقة البشاميل بقى مختلفة عن اي بشاميل تاني. انا بحب اعمل البشاميل على البارد، بحتاج كيلو ونص لبن وعليهم 6 معالق دقيق. وممكن تعملوا معيار اللبن يكون مية ولبن. طبعا كل ده كده على البارد هنحط المكونات كلها، وبعد كده نقلب كويس جدا المكونات، وبعد كده نولع النار. انا لسه مولعتش النار خالص. دلوقتي هننزل بنص معلقة ملح ونص معلقة فلفل. نقلب بقى كويس جدا. وطبعا ما ننساش المكون الاساسي في البشاميل، وهي قشطة اللبن. بحط معلقتين كده. ونحط معلقتين لبن بودر. كل ده انا لسه مولعتش على البشاميل خالص. هنقلب برضو اللبن بودر كويس، وبعد كده نبدأ نولع على البشاميل. بعد ما يبدأ البشاميل يغلي معانا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، هنحط قطعة زبدة ونقلب الزبدة كويس في البشاميل، ويكون كده معانا احلى بشاميل واسهل طريقة للبشاميل. وده السمك المطلوب للبشاميل. نبدأ بقى نجهز صينية اللازانيا. هنحط بشاميل في الأرضية، وبعد كده هنبدأ نحط اللازانيا. هنحط طبقة لازانيا، وبعد كده طبقة عصاج اللحمة بتاعنا، وبعد كده هنحط طبقة بشاميل. زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي بكل سهولة جدا هتتعمل معانا بسرعة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
عاوزة اقول لكم ان اللازانيا دي طريقتها سهلة جدا بجد، وهتغير المود جدا، علشان نغير بقى من البشاميل والنجريسكو اللي احنا بناكلهم دايما. فاللازانيا بيطلع طعمها تحفة جدا. وعلبة واحدة تكفي ان احنا نعمل القالب البايركس الكبير، هي صينية كبيرة. وكده خلاص اخر طبقة من اللازانيا هنحط بقى بقية البشاميل كله على الوش. واي نوع جبنة عندكم نقدر نحطوه كده على وش اللازانيا، هيديها لون حلو. بس كده، ودي طريقة اللازانيا. هندخلوها الفرن طبعا على اعلى درجة حرارة. وشايفين جمالها بجد، شكلها كان تحفة جدا. ما قدرتش ان انا استحمل بجد، واكلتها وهي سخنة. طبعا انا كنت المفروض اسيبها تبرد، فعشان كده وانا بقطعها هتلاقوها ايه، البشاميل لسه كان سايح قوي كده. فبجد طعمها كان جميل جدا. جربوها وقولولي رأيكم في كومنتات. قولولي عايزين نعمل ايه تاني مع بعض. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.